غدايا يا اخواتي بعد الشغل. ده اصغر سندوتش شاورما موجود في مصر واسمه صنفوره. هقول لكم هو موجود فين، بس الاول خليني اقول لكم انا جربت من عندهم ايه. اهلا بكم في ريفيو مع شوري، وما تنساش اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. اغرب حاجه ممكن تشوفها وانت طالع لمطعم دكتور العلاج السمنه والنحافه، حابب تخس حابب تتخن المطعم معاك مش هيأثر في حاجه. غدايا يا اخواتي بعد الشغل. ولا انا علشان اكلي بسيط مش هتعملوا لايك؟ فرخه بروست وشويه شاورما وبطاطس، ولا عشان البطاطس مش هتعملوا لايك يا اخواتي؟ نتكلم جد بقى شويه. الاوردر متاخر تقريبا ساعه الا ربع، مفيش الصنفوره. قال لك الصنفوره دي ما بقتش تنزل، انا جاي اعمل ريفيو بعدها بيومين ما لحقتش. في دلوقتي اللفلوفه دي بتكون عباره عن 2 فراخ 1 لحمه، وجالنا ادي 1 فراخ والتانيين الاتنين برده فراخ. بعد ساعه الا ربع تاخير جايب لي برده الاوردر غلط. انا خايف نكون احنا اللي طالبين غلط ويطلع شكلنا وحش في الاخر. انا برده سالنا الكابتن وسالته هل فعلا ملفوفه 2 فراخ 1 لحمه فعلا؟ قال لي اه صح، واللي جالنا غلط. خلينا نبدا على الاقل بالبروست ونشوف قصه الشاورما بعدين. بس تعالوا نبدا. بس قبل ما نبدا خليكم فاكرين ان الاكل اذواق، السمك صحاب مش طواجن، وما تنسوش اني مش فود بلوجر، انا جاي اهزر. شكلها خطير الصراحه. بسم الله. انا الفراخ البروستو دي كانت تتبيلتها خفيفه، ولو كانت سبايسي كانت تبقى احلى كتير. المفاجأة ان انا جايبهولك سبايسي، ما رضيتش اقول لك. طالبين لي الاوردر سبايسي، السبايسي بيموتني. انا بشم بس ريحه العطاره دي بعطس. ما جابوش مناديل وما جابوش اي حاجه. ممكن تشمر لي؟ شكرا. طعم الفراخ لذيذ. تعالوا نشوف الصدر ده بقى بيقول ايه. بس هو لسه سخن مولع. الفود بلوجر بيتعبوا، انا مش عارف يفتحوا البتاع ده وهو سخن ازاي. حبيبي قال ممكن مناديل الاقي. الله يكرمك. فتعالوا نبدا بالشاورما اللحمه لانه شكر فيها جدا. بسم الله. شاورما الفراخ بتاعتهم اكتشاف. شاورما فراخ طعمها حلو قوي، وعجبتني قوي الشاورما اللحمه، قريبه من الشاورما المصري بتاعتنا. يعني في اللذيذ. عيش طري، طحينه سيكه قليله، اللحمه ما بتشدش، طعمها حلو بس مش افشخ حاجه. يعني اللي بيحب اللي هو كيف في الشاورما اللحمه قوي هلاقي الموضوع عادي بالنسبه له. تعالوا نجرب الفراخ، يمكن الفراخ تبقى اجمل. بسم الله. الحمد لله. افتكروا ال 12% خدمه. بداوا يجيبوا لنا مناديل وحاجات بعد ما قربنا نخلص اكل واوردر متاخر. انا تعبت والله. تجربه عجيبه قوي النهارده. بس الشاورما فراخ لذيذه الصراحه، التوميه فيها حلوه، الشاورما حلوه، العيش كمان طري، وفي التحميصه اللي فوق الوش دي جميله. لما البطاطس طالعه بارده اما الاخرونا ليه؟ تعالى نشوف بقى، دي بردت شويه، نشوف بقى نوصل ايه للبروست. صراحه الفراخ بيضه، وهنا سوريين شاميز يبقى شامي. انا اتوقع الفراخ صراحه عند الشام خطيره، اذا كانت البروست او اذا كانت الشاورما. اللحمه مش قد كده. الشاورما المصري الصراحه اجمد منها بكتير، وشاورما سوري لحمه في اماكن تانية اجمد من دي برده بكتير. نضرب واحده بروست ونقفل الفيديو. ولحد هنا نكون خلصنا فيديو النهارده. فما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، وكالعاده لو ما حدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم فانا بحبكم. خلصنا الوحيد لكن انا الافضل، لكن انا الافضل.